محمد عبد الوهاب دنبر بعد مرور 53 شهرا على اغتياله، في ظل الأجواء المشحونة التي تلت التدخل العسكري والبوليسي ضد المدنيين الصحراويين العزل النازحين بمخيم العزل قديميزيك 12 كيلومتر شرق مدينة العيون بالصحراء الغربية في 8 نوفمبر 2010. وقعت جريمة اغتيال الشهيد الصحراوي الشاب سعيد السيد أحمد محمد عبد الوهاب دنبر برصاص الشرطة المغربية بالتاريخ 22 من دجنبر 2010. ونلتقي اليوم بعد مرور 53 شهرا كعائلة وكمتضامنين للتذكير بهذه الجريمة المدانة دوليا، لنجدد تشبثنا بنضالنا السلمي من أجل المطالبة بإظهار الحقيقة كاملة في ظروف وملابسات اغتيال ابننا جميعا الشاب الصحراوي سعيد دنبر، وتحميل الدولة المغربية كامل مسؤولياتها فيما جرى له. نلتقي اليوم هنا بالعيون الصحراء الغربية وقلوبنا على بعد مئات الكيلومترات رفقة أختنا جميعا الأم المفجوعة تكبر هدي والدة الشهيد الشاب الصحراوي محمد لمين هيدالة، التي تخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام أمام القنصلية المغربية بجزر الكناري من أجل كشف عن ملابسات اغتيال ابنها، وكذا تسلم جثمانه الذي بوري الثرى في غيابها وغياب باقي أفراد الأسرة كاملة، كما هو الحال بالنسبة لابننا سعيد دنبر وللشهيد الصحراوي حسن الوالي. إننا هنا اليوم للتأكيد على مواصلة نضالنا الحضاري السلمي من أجل تذكير الدولة المغربية بمسؤولياتها في كل جرائم القتل السياسي والقتل خارج نطاق القانون التي راح جراءها أبناء الشعب الصحراوي الأبي على طول خارطة الصحراء الغربية وجنوب المغرب على المبادئ الإنسانية المتضمنة في العهود والمواثيق الدولية. كما نلتقي من جديد للتنديد بممارسات ممنهجة من طرف الأجهزة الأمنية المغربية والرامية لمصادرة أبسط الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي كالحق في التجمع، تأسيس الجمعيات، التظاهر السلمي، حرية التعبير، والتي ترزح تحتها منازل غالبة المواطنين أغلبية المواطنين الصحراويين وخصوصا عائلات الشهداء الصحراويين. كما نندد بكل أشكال التعنيف والتعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية التي يتعرض لها المواطنون الصحراويون العزل. نذكر من هذا المنبر بكل الممارسات القمعية المشينة التي تعرض لها جميع أفراد عائلتنا وعائلات الشهداء الصحراويين ضحايا القتل خارج نطاق القانون الذي ترتكبه الأجهزة الاستخباراتية المغربية أو تتواطأ عليه أو تتستر على منفذيه، وما تعرض له أيضا العديد من المؤازرين والمتضامنين معنا خلال الأشهر 53 الماضية، وهو الأمر الذي كان موضوع عديد البيانات والتقارير الصادرة عن المنظمات والهيئات والبرلمانات الصحراوية والدولية التي اطلعت على ما يعيشه المواطنون الصحراويين العزل. كما نشير كذلك أن جميع المحاولات الهادفة إلى منعنا من المطالبة بحقنا في معرفة ظروف ملابسات اغتيال ابننا وابن الشعب الصحراوي لن تزيدنا إلا إصرارا وصمودا منتهزين هذه الفرصة للتعبير من جديد عن امتناننا وعرفاننا لكل الهيئات والمنظمات الصحراوية والدولية والمؤسسات والبرلمانات والضمائر الحية عبر العالم التي آزرتنا ولا تزال، كما أنها لن تثنينا عن التمسك بمطلب الضغط من أجل وضع آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والتقرير عنها، ومن أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية والكشف عن مصير المختفين الصحراويين مجهول المصير. ونعلن للرأي العام استمرارا في النضال من أجل إحقاق حقوقنا المشروعة في معرفة الحقيقة الكاملة حول جريمة الاغتيال خارج نطاق القانون التي كان ابننا وابن الشعب الصحراوي سعيد دنبر ضحية لها قبل 53 شهرا، والمتمثلة في معرفة مكان جثة ابننا سعيد دنبر التي تم إخراجها من مكانها بقسم الأموات بمستشفى الحسن بالمهدي بالعيون الصحراء الغربية بعد مرور 17 شهرا و13 يوما من مقتله دون إشعارنا ودون حضور أي فرد من عائلتنا ومحامينا. إجراء تشريح طبي شرعي وفق المواصفات المعمول بها دوليا في هذا المجال لمعرفة ظروف وملابسات اغتياله واحتمالات تعرضه للتعذيب قبل وفاته. تحميل الدولة المغربية لمسؤولياتها في جريمة الاغتيال هاته ما دام المنفذ المفترض شرطي نظامي مغربي وسلاح الجريمة في ملكية الدولة المغربية عن عائلة الشهيد الصحراوي السعيد سيد أحمد محمد عبد الوهاب دنبر العيون الصحراء الغربية 22 من ماي 2015.